طب هل في مواليد مثلا معينه ليهم حظ في هذه السنه؟ وانا بصراحه متفائل. السنه دي في 23 السنه دي نقدر طلعوا قمح ورجوا كده ولفوا بالبكر. نقول انها سنه الى حد ما ما خبيش عليك يعني. يعني ايه لا اشجيني، ما تخبيش عليا، اشجيني. انت مش فاهمك، انت ده اشهر عالم بركه في حدائق الاهرام. ايه اشجيني يعني. ابو تقل دم امك ما بحبوش الواد ده. المشتري ان شاء الله دي احواله كويسه، اللي هو القوس والحوت. القوس والحوت. انا قوس الحمد لله. وانا بصراحه متفائل. القوس والحوت احوالهم كويسه السنه الجايه. نعم تمام. يعني القوس المفروض ان هو المشتري هيخش، هو في برج الحمل، هيخش برج الثور. فده وده معناه ايه؟ هيدي سعاده شديده لكل مواليد برج الثور. ايوه بقى يا فنان، ايوه بقى، هو ده واخد بال حضرتك؟ ومن هنا نعرف ان مواليد برج الثور وبرج الميزان ممكن ان هم تبقى حظوظهم الى حد ما سعيده كويسه. نعم. بقول لك هو عارف كل حاجه. اهو عارف ايه اهو عارف. المريخ للاسف الشديد ان هو اللي هو الحمل والعقرب احوالهم مش قد كده النص الاولاني من السنه. نعم. يا نهار اسود، يا نهار اسود. يعني يا دوبك هو المريخ حاليا دلوقتي يعني الحمل والعقرب 6 شهور الاولانيين يعني مش قوي. نعم. ليه؟ لان المريخ حاليا دلوقتي راجع في برج الجوزاء. مش مشكله الحمد لله برضه. هينتظم في مسيره يوم 12 افتكر 12 يناير في برج الجوزاء، وبعد كده هيخش برج السرطان. لا دي بقى مش صح. السرطان دون هيقعد فيه حوالي شهر ونص او شهرين، حوالي شهرين. يا عم ده راجل نصاب، يا عم ده دجال نصاب. وشيماء زفت اللي بره دي خدت مننا كل المعلومات ودخلت على الفيسبوك وجابت كام معلومه زياده وقالتها له. مش البرج دون الى حد ما هو برج مائي مش مناسب ليه. واخد بال حضرتك؟ هيعمل مشاكل لمواليد الحمل والعقرب. ليه يا عم؟ وبعد كده هو هيخش برج الاسد. برج الاسد الى حد ما يعتبر برج ناري. يعني ايه؟ يعني بيديله قوه. فتبتدي احوالهم تتصلح. الله يبارك لك. مش هتبقى ايامهم سعيده الا في اواخر في شهر نوفمبر، باستثناء يوم اللي هو 18 و19. دول فيهم قلق يعني. اللي فيهم قلق. تصدقوش ده كداب. ولكن هم ساعه لما هيبقى المشتري في شهر نوفمبر هيكون موجود في برج العقرب اللي هو بيته. واخد بال حضرتك؟ وعلى فكره بقى في خير جاي. ومن هنا نخاف ان تحصل حرايق شديده، يحصل يعني تحصل اي حاجه اللي هو يوم 18 و19 نوفمبر.